السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف إن فريقي يتغلب 1 2 3 5، أكتر حاجة حضرتها كانت 9 أساسا، إنما النتيجة اللي أنا هحكي لكم عنها دي أنا مش مصدقها. أنت أكيد عارفها من عنوان الفيديو، أكبر هزيمة في التاريخ ما حصلتش ولا هتحصل أصلا. يعني إيه فريق يشيل 149 صفر؟ دي ما حصلتش ومش هتحصل، وحاجة غريبة محتاجة تتحكي بالتفصيل أصلا عشان السكور ده ما حصلش ولا هيحصل ولا حتى حد يستوعبه. انت متخيل ان في 90 دقيقة فريق يخش فيه 149 جول؟ ليه أصلا؟ يعني هو ايه اللي بيحصل؟ وازاي أصلا دخل فيه 149 جول؟ أكيد تيكي تاكا بقى ومستوى فني وتكتيكي عالي، وكل حاجة حصلت في الماتش ده بتدل على قوة الفريق المنافس. انما اللي حصل غير كده خالص. اللي حصل ان 149 صفر دول كلهم اجوان في نفسهم، اون جولز. محدش من الفرقه التانية سجل اي جول خالص، لان ببساطه شديده جدا الفرقه كانت بتسنتر تحط الجون في نفسها. ايه اللي حصل؟ لو عايز تعرف ايه اللي حصل يا ريت تعمل لايك وشير في القناه، ويلا بينا نبدا عشان احكي لك قصه اغرب مباراه في التاريخ واكبر هزيمه في التاريخ. خلينا نبدأ الماتش، او قبل ما نبدأ الماتش اقول لك ان السنة دي هي 31/10/2002، التاريخ اللي بنحكي فيه عن الماتش. بس عشان نحكي عن الماتش صح ونحكي ايه اللي حصل بالظبط لازم نرجع ورا سنة بحالها، وهنحكي عن فريق اولمبيك ديلمار من مدغشقر في قارة افريقيا. احنا بعاد قوي عن الكرة الحديثة وبنحكي في مدغشقر 2002 لان القصة عايزة كده. ففي 2002 نادي اولمبيك ديلمار هيرجع معانا بالتاريخ سنة لورا عشان نحكي ايه اللي حصل. اولمبيك ديلمار هو بطل كأس السوبر المدغشقري. بص الكلمة صعبة قوي أساسا. سنة 2001 وبيبدأ موسم 2002 معانا، وبتبدأ بطولة كأس السوبر المدغشقري تاني. 2002 بقى النسخة اللي بعديها بتبدأ ب 24 فريق بالظبط، متقسمين لأربع مجموعات، كل مجموعة فيها 6 فرق، بيصعد من كل مجموعة 3 فرق. أنا مفهمك النظام لأن الموضوع كبير قوي في مدغشقر، مش سهل زي عندنا. بعد ما بيصعد 3 فرق من كل مجموعة بيتفضل 12 فريق بيلعبوا 6 و6 مجموعتين. بقى المرة دي المجموعتين مش بيتأهل منها 3 بقى، بيتأهل منها 2 و2. 2 و2 بيعملوا المربع الذهبي لكأس السوبر المدغشقري، فبيلعبوا واللي بيجمع نقط أكبر من الأربع فرق بياخد الدوري. تمام. في المباراة اللي قبل مباراة الواقعة بتحصل حاجة غريبة. الأولمبيك ديلمار بيبقى كسبان 2-1 لحد آخر دقيقة، وبيتحسب عليه في آخر دقيقة ضربة جزاء. اتفق المحللين المدغشقريين بعد ما سألوهم والصحافة المدغشقرية إن هي ضربة جزاء عارية تماما من الصحة، ويتم تعادل أولمبيك ديلمار ويفقد رسميا لقبه وفرصة الاحتفاظ به لعام آخر. ويبدأ الشكاوي للاتحاد المدغشقري، ولكن لم يجيبوا بأي حاجة. عايزين حقنا، عايزين اللي بيحصل، احنا اتظلمنا، محتاجين إعادة نظر في النتيجة دي. أصل مش هينفع كده، احنا ما نخسرش بضربة جزاء زي دي وانتوا طول الموسم مستقصديننا. وبدأ كلام كتير قوي عن الظلم التحكيمي لنادي أولمبيك ديلمار اللي تعرض له في عام 2002 من أول مباراة حتى آخر مباراة اللي هتبقى كمان شوية اللي خلصت بالفضيحة دي. فمحدش بيستجيب لأولمبيك ديلمار أبدا. إنما عايزين إيه؟ عايزين حقنا، هنعمل إيه؟ فاللي حصل كان جريمة بكل المقاييس. طبعا اللي حصل إن الفريق دخل 31/10/2002 بيلاعب فريق أديما، وأديما لو كسب ياخد الدوري بيتغلب قصاده 149 صفر عشان يعمل فضيحة هزت العالم كله أكتر ساعتها من فوز مثلا البرازيل بكأس العالم 2002. أنت متخيل 149 جون في فريق واحد؟ ده كتير قوي. ده معنى كده إن كل نص دقيقة جون تقريبا، أو كل 40 ثانية لو حسبتها على إيدك. أنت بتتكلم في فضيحة. أنت بتسنتر بتحط جون، بتجيب الكرة من الجون تسنتر تحط جون تاني، يعني ما زهقوش. فطبعا الماتش خلص وأديما توج بأسخف بطولة دوري في التاريخ، أو بطولة كأس سوبر مدغشقري في التاريخ. واللي حصل ان الجمهور اللي قاعد في المدرجات قال لك ايه اللي بيحصل؟ دي مسرحيه، احنا عايزين فلوسنا. فراحوا عند الكشك اللي قبل بقى طبعا الاونلاين والحاجات دي والشركات حجز التذاكر، قالوا له عايزين فلوسنا، احنا مش هينفع، احنا اتفرجنا على مسرحيه، انتوا بتستقلوا بعقولنا. فصاحب الكشك طبعا قال لهم اللي معاه تذكره يجيبها وارجع فلوسكم، لان لو ما كانش عمل كده كان هيتهان بصراحه، عشان اللي حصل في الملعب يخلي اي حد يبقى ليه حق في المطالبه باي حاجه. فبعد المباراه طبعا الفيفا عرفت قال لك ايه اللي حصل؟ ده مباراه معتمده
وتاريخيه 149-0. فسالت ايه اللي حصل، عرفت ان كلهم اجوان في نفسهم، ففتحت تحقيق شامل على قاره افريقيا. فالاتحاد الافريقي عشان يداري كسبته فتح تحقيق شامل على الاتحاد المدغشقري لكره القدم. فالاتحاد المدغشقري لكره القدم عمل ايه؟ برضه فتح تحقيق شامل على اللي بيحصل في بطوله كاس السوبر المدغشقري. فاللي حصل بقى اما حققوا مع الفريق الكسبان اديما، قالوا له هو الفريق ده سايب لك الماتش. فراح مدرب اديما ورئيس النادي قال لهم انا ابقى مجنون لو اتفقت مع حد ان يعمل المسرحيه دي قدام الناس، انا كده بضحي بنفسي، دي فضيحه محدش يتخيلها ان انا اتفق عليها ولا حد يتفق عليها مع حد. ففي ظرف 5 دقائق مشوا رئيس الاتحاد المدغشقري، وطبعا مشوا فريق اديما من يعني خلاص انتوا مالكوش ذنب، انت راجل كسبان 149-0 عشان اللي حصل ده. فراحوا يحققوا بقى مع الفريق الخسران. يا ديليمار ليه عملت كده يا ديليمار؟ فقال لهم اولمبيك ديليمار ببساطه انتوا ما سمعتوناش لما كنا بنشتكي من الظلم، فخلينا العالم كله يسمع عنكم. طب مين اللي متفق على الكلام ده؟ ديليمار. ونقعد نتكلم معاه. قالوا لهم اللي متفق معانا المدرب. بعد عده اقاويل فعلا طلع المدرب هو صاحب الخطه دي عشان خاطر ياخد حقه. فمدرب اولمبيك ديليمار ايه اللي حصل له؟ اتوقف 3 سنين من دخول ملاعب كره القدم، مش حتى التدريب، ممنوع تتفرج على ماتش فيه كره قدم. لو المدرب دخل هيتحبس لان اللي عمله جريمه في كره القدم، فبيعاقب عليها كره القدم. انت ممنوع من دخول اي ملعب كره قدم لمده 3 سنين. ومين تاني اللي اتفق معاك؟ تعال نشوف كباتن الفرقه بقى اللي عملوا القصه دي. فلقوا 4 كباتن للفرقه لان هي بالاقدميه 1 2 3 4، فاتوقفوا كل واحد عن ممارسه كره القدم موسم كامل. منهم كابتن منتخب مدغشقر اللي كان حارس مرمى اساسا اللي بيلعب طبعا في اولمبيك ديليمار، فتوقف موسم كامل هو و3 لاعبين اخرين. هو ببساطه جدا فريق دمر نفسه بنفسه عشان حس بالظلم، جلب العار لمدينته، جلب العار لفريقه، جلب العار لمشجعينه. انا لو اتغلبت 3-0 بقعد يومين ما بنزلش، تخيل اتغلب 149-0، انا هقعد طول حياتي ما اشجعش الفريق ده. اللي انت عملته ده انت عملت لي فضيحه، انتوا لازم تمشوا كلكم، لازم الفريق يتفور. اللي حصل فضيحه وكارثه بكل المقاييس. هقول لك على حاجه، ان اكتر نتيجه في التاريخ قبليها كانت 36-0. انت متخيل ان الرقم نط ل 149-0؟ انت بتتكلم في 113 جون زياده في مباراه كره قدم واحده. بس غريبه برضو 36-0 بصراحه، يعني عشان نقول الحق، يعني ايه فريق يتغلب 36-0 برضو؟ المهم ان 149-0 دي اخذت ارقام قياسية كتيرة في موسوعة جينيس، زي طبعا أكبر خسارة في التاريخ، أكبر فوز في التاريخ، أكبر عدد أهداف مسجل من فريق واحد، أكبر عدد أهداف مسجل في شوط واحد، أكبر عدد مسجل من الأهداف في الشوط الثاني، أكبر عدد من الأهداف في ماتش واحد، وكمان أكبر نسبة استحواذ وأكبر نسبة سيطرة على الكرة لفريق واحد، وأكبر فريق يخسر وهو مستحوذ على الكرة. كل دي أرقام قياسية طبعا اتحققت لأنها حاجات بديهية، اللي حصل مش هيتكرر تاني. فبس كده، هو ده اللي كنت عايز احكيه، وحاولت اختصر على قد ما اقدر ان دي اكبر هزيمة في تاريخ كرة القدم ومش هتتكرر تاني. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل جديد. وسلام.